بلان شخصيتي سيدنا إبراهيم شخصيتي كترة لها مان عمرايا روجي احتفالي خلقك كأرونا دروا أو توريك هلا قريو أروا بتكاني أنا شكيني دوایش تەورەکە لەسەر شانی گەورەکەیان بەجێ دێڵێ بۆ ئەوەی کە گەڕانەوە لەو بپرسن بیان خاتە مەوقیفێکی حەریجەوە بڵێ باشە ئەگەر قسە ناکەن ئەم بتە کە توانای دیفاعکردن لە خۆی نەبووە و ناشتوانە قسە بکە ئیترێەوە لەبەر چی ئەیپەرستن ئەینفەعونەکم ئەم یەضڕون کە نەزەرەر و نەفعیشیان هەیە ئیتر بۆچی ئێوە بەو شێوەیە سەیرەکەی شخصیەتی سەیدنا ئیبراهیم زۆر شێوە فەرقی هەیە لەگەڵ سەیدنا موسا و هەردووکیشان ڕوتبەی پێغەمبەرانیان هەیە بو موقف كانش موقف سيدنا إبراهيم هم موقف عقائدي وكو سيدنا موسى وهي موقف كان مو عقائدي أن أرسل معي بني إسرائيل ولا تعذبهم واضحة هدفك شيء وهروها هي سيدنا إبراهيم يشبه ما الشيء مخاطبي باوشيك يا أبتي لم تعبد الشيطان إنه كان للرحمن عصيا يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا وهروها يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا بأسلوبك جوان ستشوار جار كافر يا أبت يا أبت يا أبت كأوبر أسلوبي جوان الأزمان عربية يا أبي جوان ترى بوشي ودعي بوشي شي بوتو ربونه بيلا أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا قال سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وهروها بوشي وإي آيتك تماشاكي نم شخصيتنا هم يبو أسلوبا